بتقعد على القهوه او كافيه وبنتكلم في السياسه وبنقول ما صح ممكن الجيش الاسرائيلي يحط لنا اجهزه تصنت او اجهزه اعاقه ويوقف لنا سلاح الطيران، لو احنا اصلا الناس البسطة بتتكلم في النقطه دي، فما بالك بجهاز زي جهاز المخابرات العامه المصريه؟ هل مش هيكون عارف نقطة زي كده؟ هل مش هيكون يعني عامل استعدادات لنقط وحاجات زي دي؟ هل مثلا بتيجي قطعة السلاح من أمريكا أو من أي بلد غير أمريكا وما بتتفصصش حتة حتة وسلاح سلاح وسلك سلك؟ يعني الحاجات دي يا جماعة بتتفصص في يعني مصانع الإنتاج الحربي للقوات المسلحة، وعايز أقول لكم ممكن كمان نستبدل تكنولوجيا غربية بتكنولوجيا مصرية، يعني والدليل على كده إن إحنا عندنا أعقد سلاح دفاع جوي يعني في العالم كله. احنا عندنا سلاح دفاع جوي روسي شغال مع سلاح دفاع جوي امريكي مع سلاح دفاع جوي تركي مع فرنساوي، كل دول شغالين مع بعض، وده اصلا ما ينفعش، بس احنا عاملين لهم حاجه زي نظام مصري رابط كل اجهزه الدفاع الجوي ديت مع بعض في شبكه واحده، دي حاجه اصلا مش موجوده في العالم. فما تسمعوش لواحد زي ايدو كوهين او ما تسمعوش عامه للصحف والاعلام العبري، لان احنا حاليا دلوقتي انت الجيش بتاعك مصنف 13 على العالم، فهو مش هيخش معاك في سلاح او في صدام عسكري، هو يعمل لك ايه؟ هو يفتتك من الداخل ويلعب عليك لعبه حرب من الجيل الخامس، اللي هو يقعد يحسس الناس بقله ثقه في الجيش، فالناس تخاف، فالناس تقول لك